صباح الخير. دلوقتي الساعة 8:15، وانا ما كنتش بصراحة عاملة حسابي ان انا هصور، بس قررت ان انا النهاردة هاخدكم معايا في يومي كله. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. إيه، هما مش هم راحوا المدرسة والحضانة من شوية، فده الشكل كده العام. اول حاجة هعملها بقى دلوقتي هشيل كل حاجة، ارجعها في مكانها. دي اوضتهم، احط كل حاجة كده في مكانها وافتح الشبابيك. النهارده ناوية انضف، خدكم معايا. خدكم معايا كده. حاجة على السرير. في الدنيا كده السرير التاني. طبعا طلعنا، شايفين حاطين المخدة فين؟ بلاقي المخدات دي في اماكن غريبة اوي. اعدلها كده واظبط الاوضة. النهاردة هننضف مع بعض الصالة، بس زي ما قلت لكم لازم اظبط الدنيا الاول قبل ما ابدا في تنظيف حاجة، قبل ما ابدا في قلب حاجة. اعدل المخدات دي، مش عارفة اعدلها بايد واحدة. انزل يلا كده. انا يعني اعتبر روقت الدنيا شويه. انا عارفه ان هو هينزل ويبهدل السراير تاني، فما يعني ما ظبطتهاش قوي. فدول كده كانوا على الارض، فهاخدهم معايا. ودي 10 جنيه. هاخدهم معايا. ظبطت الدنيا كده يعني، تعتبر على السريع. ودول كانوا على الارض كده، هاخدهم معايا ارميهم. وروح بقى المطبخ. المطبخ عايز يتظبط. حاجات بقى اللي كنت بعملها الصبح وكده، اللبن وكل الكلام ده، ولقمة عيش وفلوس. والغسالة شغالة علشان فيها الشرشوبة والحاجات اللي هنضف بيها النهاردة. دلوقتي بقى فضي غسالة الاطباق. فضيها ونشوف مع بعض.
فضيت اهو الرخامة والحوض من حاجة الفطار، مبقيش غير دول. وفضيت الغسالة وحطيت كل حاجة في مكانها، ما بقيش بقى غير البرطمان ده. كان مكان طحينة، فحطيت فيه مية كده وسبته يبوش. يلا بقى نخرج نشوف احنا هنعمل ايه. عمر عايز يصور. المهم ان انا خلصت كل حاجة اهو، رتبت كل حاجة من على الوش. دلوقتي لسالي ان انا انشر الملايات دي. هنشر دول ملايات، بس هما دول ملايات، واطبق دول، حاجة بسيطة يعني. وبعد كده بقى نبدأ نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. طبقت اهو. شلت السجاد كله اهو، شلت السجاد كله، طلعت الكبيرة على البسطة فوق، وشلت الشلت وخلعت الكسوة بتاعتها كده اهي، هغسلها. وحطيت الشلت نفسها بقى في الشباك كده زي ما انتوا شايفين اهو. والسجاد الصغير حطيته في الشبابيك اللي هي الصغيرة. تنيت السجادة كده وحطيتها يا دوبك يعني طول شوية شمس، بس لسه ما طلعش اي شمس خالص. وحطيت السجادة بتاعت الصالون في الشباك التاني بتاع اوضة النوم. دلوقتي بقى هكنس الارض. شايفين اللي قاعد يلعب في المكنسة؟ طب بذمتكم انا مش عارفة اعمل حاجة منه. امنت على الغدا بتاعي بقى، عملت الرز وعندي لوبيا ولحمه من امبارح، فهنتغدى باقي اكل من امبارح ورز. حاولي دايما لما تيجي تنضفي او تعملي قلبه كبيره في البيت يكون عندك اكل يعني مفرزاه، او يكون عندك باقي اكل من امبارح او كده. فانا كده طمنت على الغدا عملته. يلا بقى نروح نشوف هنعمل ايه. بس يا عمر، بس يا عمر، بس يا عمر، بس يا عمر. المفروض ان انا ما كنتش باكل كده والجهاز خالص، كنسته دلوقتي همسح اهم حاجه الشوربه تكون نضيفه. انا قصدي الشوربه قبل ما نعمل. ده خل وميه وفلفل اسود وفول كده وهل مع الصابون. مسحته ورجعته مكانه ولمعته زي ما انتوا شفتم. خل وبرسيل جل كده كده على ايه بقى، على الفرش السجادة بس. هكمل بقى الانتريه برضو، هشده من مكانه واكنس واغسله برضو، نفس اللي عملته في الانتريه هعمله في الصالون. شلت الكنب كده، ده المكان بتاع الانتريه كله. حركت الكنب حطيته كده، و شوفوا ايه تلاقيه تحت الكنب. اي حاجه تايهه بتلاقيها تحت الكنب. غطا القلم، اكس، كعبات، حاجات. دلوقتي بقى همسح علشان كانوا هما موقعين تقريبا هنا حاجه وعامله على الارض اهي، فهمسح بقى وارجع الكنب مكانه واغسل الانتريه. ده انا محسن ان انا شغال يعني مش مش لا لا.
هما جم من المدرسة والحضانة وانا الحمد لله خلصت. ده الصالون خلاص خلص، حتى الشاشة لمعتها، و الانتريه اهو غسلته وسايباه ينشف كده، فاتحه عليه المروحه وسايباه ينشف. وهنا والنيش لمعته خلاص كده، ما بقيش غير ان انا افرش السجاد. دلوقتي بقى هروح اشوفهم خدوا واجبات ايه، نحل الواجب ونذاكر ونكمل اليوم مع بعض. دلوقتي احنا هما جم وكتبوا الواجب وخلاص، فده وقت المذاكرة بقى. هنذاكر مع بعض دلوقتي على الوايت بورد، فهنقدم كلمات جديدة. فبما انه هو بصري فانا هرسم، حاول ارسم كده. مين ده؟ مين الشخص العفريت اللي انا رسمه ده؟ ده بيعمل ايه الراجل ده؟ بيقرأ. بيقرأ يعني ايه؟ انطق معايا. يعني انطق معايا، انطق معايا. خلاص يا امور، انطق معايا. ها، دول ايه؟ دول ايه؟ دول ايه مع بعض؟ تو فاولز. بيعملوا ايه؟ الأولاني يتكلم والتاني يسكت. الاولاني يتكلم والتاني يسكت. الاولاني يتكلم يقول ايه؟ اسمه. الاولاني يتكلم والتاني يسكت. الاولاني يتكلم يقول ايه؟ اسمه. ودي اسمها ايه؟ اي. اي. يبقى يقول ايه؟ ري. لا. يقول ايه؟ اي. ري. ودي ايه؟ دي ايه؟ ريد. لا. لا، اللي انت بتنطقها دي غلط. قول ر. ها، ري. ريد. ريد. انت عارف ريد اللي انت كنت بتنطقها دلوقتي؟ يعني كده، فاهم؟ ريد. ريد يعني ايه؟ يقرأ. خد بالك يعني ما همكش من الراجل اللي بيعمل. دي عين يا جماعة. read يعني يقرأ. طب تعالى كده معايا، الصوت ده ايه؟ ودول الصوت ده ايه؟ او. او. وده ده ايه؟ وده ايه؟ count. count يعني يعمل ايه؟ يعد. شوف، you're 1 2 3 4 5. كأنه بيعد على صوابعه. يعد يعني ايه؟ يعني count. عندنا ده بيفضل ساكت، ماشي؟ نقرأ من بعديه. انت ري. ريد. طب ودي مين؟ ماجيك. ايه بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتمشي تدور تدور تدور، تقول فين الفاول، تخلي الفاول ده هو يقول ايه؟ يقول اسمه مش صوته. يبقى دي اسمها ايه؟ رايت. الدبليو سايلنت، ما بتتكلمش خالص. ودي كده اسمها ايه؟ رايت. رايت يعني يعمل ايه؟ يعني يعمل ايه؟ يعني يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ده بيعمل ايه؟
ده بيعمل ايه؟ فهمت ده بيعمل ايه؟ شايل شنطة. شايل شنطة؟ لا، اعتبر ده قلم، ده قلم، يبقى هو بيعمل ايه؟ هو يكتب. فعلا شكله كده شايل شنطة. اعتبره بيكتب، انا مش عارفة ارسمها اكتر من كده. يبقى رايت يعني ايه؟ يكتب. اكتب يكتب كده بالعربي. يكتب، اكتب يكتب كده بالعربي. شاطر. يبقى يكتب يعني ايه؟ right. رايت. طب انت عارف يعني ده كده. بيعمل ايه؟ انت عارف ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ايه؟ برضو في ايده ده ايه؟ قلم. قلم. بيكتب برضه. بيكتب برضو. باين. بيرسم. بيرسم ايه؟ شجر. مش مهم بيرسم ايه، ده كله ما كانش طالع في الصورة. ده كله ما كانش طالع في الصورة، ما علينا، المهم ده اللي انا رسمته يعني يا جماعة. طب هو كده بيعمل ايه؟ بيرسم. طب انطق معايا. دار. ده هم مع بعض عاطين صوت او. انطق كده. درو يعني ايه؟ يرسم. درو يعني ايه؟ يرسم. رايت يعني ايه؟ ها؟ يكتب. قلنا قبل كده ايه؟ يقرأ يعني ايه؟ يعني ريد. لا، ريد يعني كده، كده ريد، انما كده ايه؟ ريد. ده هي ايه، يبقى ريد، دي اسمها ايه، يبقى دول مع بعض اسمهم ايه؟ ايه، يبقى دي كده على بعضها اسمها ايه؟ ريد. ريد. يبقى خدنا رايت ودرو وريد وكاونت. دلوقتي احنا بعد العصر والولاد اتغدينا وراحوا الدرس، بابا وداهم درس القرآن والكهرباء قطعت. فانا دلوقتي ممكن انام شوية لحد ما اشوف الكهرباء هتيجي ولا ايه، هكمل معاكم تصوير ولا لا. قولي من الاول، اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما يعلم. كلا كلا إن الإنسان إن ربك رجع. رأيت الذي عبدا إذا صلى. رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. رأيت إن كذب وتولى أن يعلم أن الله يرى. كلا لئن لنسفعا بالناصية ناصية كاذبا خاطئة فليدع الزبانية. لا، فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا. فاضطرب. طب يلا قولي انت. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قولي انت. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر.
سلام. سلام هي حتى مبلغ. ده كتاب عجائب الثدييات من دار نهضة مصر، من سلسلة حقائق مدهشة. ده الكتاب الثالث اللي قلت لكم موجود عندنا مع مصر القديمة والأرض، صح؟ كوكب الأرض. كوكب الأرض. ده الكتاب الثالث اللي هو عجائب الثدييات. شيل ايدك يا عمول. خلاص يا عمر. احنا قرأنا فيه لحد الفصل ده اللي هو المخلوقات الليلية. الكتاب ده عامة بيتكلم عن الحاجات الغريبة في الثدييات. تعالي يلا يا رقي. المخلوقات الليلية بعد الغروب. في ثدييات بتعيش حياتها بالليل بعد الغروب. طب خلاص. بعض الثدييات ليلية، فهي تنام خلال النهار، بتنام بالنهار وبتنشط بالليل. فالخفافيش والبوم تحتل السماء ليلا لوحدها. يعني ايه الخفافيش والبوم؟ هما اللي بيبقوا موجودين بالليل، بس دول مش ثدييات، دول ايه؟ طيور. مما يعني منافسة أقل من أجل الحصول على الطعام. يعني بيلاقوا أكلهم بسهولة عشان ما بيبقاش في طيور كتير معاهم بتنافسهم في ايه؟ في الطعام بتاعهم. وينطبق هذا أيضا على الترسير الغربي، فهو لديه عينان ضخمتان. ده اسمه ايه؟ ترسير الغربي. فهو لديه عينان ضخمتان تساعدانه على الرؤية في الظلام. بتخليه ايه؟ انزل يا عمر بقى. بتخليه ايه؟ يشوف بالليل. وهذا الحيوان الثدي يعيش في غابات آسيا. بيعيش فين؟ في غابات آسيا، حيث يصطاد الحشرات. بيصطاد ايه؟ الحشرات. شايفوا؟ بيصطاد الحشرة اهو. هل تصدق ان الثعالب عادة ما تدخل المدن ليلا؟ الثعالب بتروح ايه؟ المدن بالليل البحث عن الطعام اهي. فهي تعرف ان صفائح القمامة عادة ما تكون مملوءة ببقايا الطعام الصالحة للأكل. الثعالب بتروح تاكل في ايه؟ بصفائح القمامة. تعتبر الباندا الحمراء أكثر شبها لحيوان الراكون. دي شبه ايه؟ حيوان اللي اسمه الراكون. انت بتشوفه على لا مش شبه، ده شبه القطة. من حيوان الباندا. وبالإضافة إلى الجذور والبراعم يأكل هذا الحيوان الثدي الحشرات وبيض الطيور. خلاص يا كوكو، خلاص يا عم. والحيوانات الصغيرة بياكل ايه؟ الحشرات وبيض الطيور والحيوانات الصغيرة. وبالرغم من أنه يتغذى بالليل، فإنه في فصل الصيف أحيانا يستيقظ خلال النهار ليتسلق الأشجار ويبحث عن الأوراق الطازجة ليأكلها. خلاص عمورة مصر. هنا بيقول لهم ايه؟ ابتعد عن أوراقي أيها اللص الأشعث الذيل. بالشكل ما هم على الحاجات. طيب احنا بقى هنروح نكمل القراءة علشان عمر مصر ان هو هنروح نكمل القراءة. بس انا اديت لكم فكرة بس عن الكتاب.